ده اعلى فرع تقييما للبيك في الرياض، تقييمه 4.3 واكتر من 16,000 واحد مقيمينه، موجود في حي الفيحاء. وده اقل فرع تقييما للبيك في الرياض، تقييمه 1.8 ومكانه في القادسيه، تقييم ضايع. وقررت احط الفرعين في مقارنه مع بعض، وبما ان البيك مشهور بالمحافظه على الجوده عنده، فايه اللي يخلي فرع من فروعه ياخد تقييم سيء قوي كده؟ فتفتكروا هيكون في فرق؟ خلونا نشوف. وبدانا بالفرع الاعلى تقييما. المكان كان فاضي عشان كنا في ايام عيد، والفرع كبير وفيه جلسات كويسه، ده غير ان فيه دورات مياه كويسه ونظيفه. طلبنا الاوردر بتاعنا وبدانا التايمر عشان في ايام عيد وكده لقينا المسحب خلصان، فطلبنا بيك وبروستد. الاوردر تقريبا خد 12 دقيقه، وكان جاي معاهم 3 كاتشب و2 توم ومناديل. وبدانا بالبروستد، وهو طعم البيك اللي متعودين عليه. الفراخ نظيفه، هو سعره بس زاد نص ريال وبقى ب 17 ونص، والخبز كان فريش، والاكل كان جاي سخن للامان. يمكن في ناس اقوى منه في البروستد في الرياض، ولكن البيك كقيمه مقابل سعر فهو ممتاز. والكول سلو عندهم جميل برضه وبحبه جدا. ندخل بقى على البيك بيك، السندوتش المفضل عندي. كنا جايبين بيك مع جبنه، السندوتش جاي سخن برضه، العيش كان فريش ومفيش اي تغيير في الطعم، هو نفس السندوتش اللي بنحبه ومتعودين عليه. الحمد لله خلصنا، مفيش اي كومنتس على الاكل. يلا على الفرع الثاني. وندخل بقى على الفرع الاقل تقييما. هو فرع صغير موجود في بنزينه، والميزه هنا ان فيه درايف ثرو. المكان نظيف للامانه، بس ما فيهوش دوره مياه، في مغسله بس وجلسات صغيره. طلبنا نفس الاوردر وبدانا التايمر. طلبنا جاهز في 10 دقائق تقريبا، يعني اقل من الفرع الثاني. وكان جاي برضو مع كاتشب وتوم بس من غير مناديل. وبدانا برضو بالبروستد. العيش كان فريش، نفس التتبيله، مفيش اي اختلاف، والفراخ برضو كانت نظيفه. يمكن بس الحاجه الوحيده، على الرغم ان الاكل كان جاي بدري بس كان بارد شويه، الكول سلو برضو كان جميل ومفيش اي اختلاف فيه. ونخش على البيك بيك، هو نفس السندوتش اللي جالنا في المطعم الاول. العيش كان فريش وكان سخن وطعمه ممتاز بصراحه، ومفيش اي فرق. مش شايف فروقات كبيره في الطعم بصراحه اللي تخليه ياخد تقييم 1.8. ده حاجه تحت خالص. يمكن الفرع صغير شويه، دوره المياه مفيش دوره مياه اصلا. النظافه في الفرع الثاني كانت احسن من هنا برضو شويه. الحاجه الوحيده اللي اقدر اتكلم عليها في الطعم ان البروستد كان بارد شويه، لكن كطعم كتتبيله البيك لو مش بيحافظ على الكواليتي كنترول ما كانش يكمل لغايه دلوقتي. ودي كانت مقارنه بين البيك الاعلى تقييما والاقل تقييما في الرياض. لو حابين نكمل في السلسله رشحوا لنا المطعم المفضل عندكم. سلام.